كيف ممكن لطباخ انه هو ينشهر بس لانه هو قاعد عم يصور حاله وهو عم يطبخ؟ وكيف شخص كان عم يشتغل بالدليفري بس لانه لعب لعبة اسمها ببجي صار يقبض 60,000 دولار بالشهر وانشهر وصار معه مصاري كتير؟ وليش العالم اللي نحن موجودين فيه بيشهر واحد قاعد عم يغني ايس كريم ايس كريم قدام براد بوظة بوقت في كتير من الرسامين وكتير من الأدباء ما عم يلاقوا نص الفرصة اللي أخذها هذا البياع؟ وكيف وصلنا العالم اللي صار الكل يطمح فيه إنه هو يصير مؤثر وما عاد حدا يطمح إنه يصير دكتور أو مهندس؟ مرحبا أصدقائي، معكم ألان بكر، واللي ما بيعرفني أنا مخرج وناقد سينمائي درست سينما بتركيا. وأول ما دخلت على الجامعة وبالسنة الأولى عطونا مادة اسمها محو أمية الإعلام. بهي المادة علمونا أنه نحن كيف نقرأ المواد الإعلامية بشكل أنه هي ما تأثر على عقلنا الباطني. والهدف الأساسي من هي المادة أنه نحن نتحكم بكل المعلومات اللي نحن عم نتلقاها من الإعلانات، سواء كان على السوشيال ميديا أو بالشارع أو حتى عن طريق مشاهدتك للتلفاز. انت عم تتعرض لكميات كتير كبيرة من المعلومات، وكل هي المعلومات لغرض واحد انه هي تسيرك باتجاه معين باللاوعي تبعك. لذلك هي السلسلة رح تساعدك لحتى تقدر تتحكم بكمية المعلومات وبنوع المعلومات اللي انت عم تتلقاها من الاعلام. بحب لكم ان هي السلسلة مبنية على كتب ومقالات اكاديمية، ورح نحكي فيها عن صناعة الثقافة وعن الانسان ذو البعد الواحد وعن كتير من الامور اللي انتم ما كنتوا شايفينها. شوفوا أعزائي، لحتى تفهموا كلامي أكثر لازم تعرفوا إنه القصة كلها مبنية على المال، ومثل ما كل تاجر عنده سلعة لازم يبيعها، بالسوشيال ميديا وبالإعلام أنتوا السلعة، وأنتوا اللي عم تنباعوا وأنتوا اللي عم تنشروا. لذلك قبل ما ندخل بالموضوع لازم أحكي لكم عن تاريخ هي القصة وكيف بلشت وكيف صار البشر هن السلعة بحد ذاتهم. ببساطة أصدقائي، القصة كلها بلشت بالثورة الصناعية، بالثورة اللي استغنت فيها الرأسمالية عن العمال وبدلتهم بماكينات. يعني ليش رأس المال لحتى يجيب عامل يقعد يتأفأف عليه على العجب والراتب وما بده يشتغل وظهره عم يوجعه وإلى آخره، في حين إنه هو بيقدر يجيب مكنة معينة تشتغل قد 10 عمال وما بدها غير عامل واحد يشرف على هي الآلة. ولحتى هي الدول الرأسمالية تقدر إنه هي تعمل آلات أكثر لحتى تنتج أكثر وتربح أكثر، هي بحاجة مصادر طاقة ومواد أولية مثل الحديد والبترول والمعادن. وكل هي المصادر موجودة وين؟ موجودة بالمياه الدافئة، أي موجودة عنا. لذلك إذا بترجعوا للتاريخ بتلاقوا إنه الدول الاستعمارية دخلت بحروب بس لحتى هي تقدر تسيطر على هي الأراضي لحتى تطلع المواد الأولية منها. بس المشكلة وين؟ المشكلة إنه هي الدول الاستعمارية على مر الوقت خسرت عساكر وخسرت عتاد وخسرت مصاري كتير. لذلك الخطة البديلة كانت إنه هن بدال ما يبعتوا عساكر ويجوا يستعمرونا بشكل فيزيائي، هن بيصدرونا ثقافات معينة وبيحتلوا عقولنا فيها وبياخدوا المواد الأولية اللي هن بدهم إياها منا. وهذا الشيء أصدقائي ما بيصير غير عن طريق الإعلام يلي قدر إنه هو يحول الكرة الأرضية لقرية صغيرة. يعني باختصار، بدل ما هن يبعتوا عساكر ويخسروا مصاري وعتاد إلى آخره، هن بيصدرونا ثقافة معينة وبيخلونا نتوهم إنه نحن بحاجة هي الثقافة لحتى يسيطروا على عقولنا وياخدوا المواد الأولية. جزء من الاستعمار الإعلامي للتحكم بعقولنا هو الأساطير الإعلامية، وبالمشرمحي هو الوهم يلي بيخليك عايش على أمل إنه يوم من الأيام رح تنقش معك ورح تصير مشهور ورح تصير غني بنفس الوقت. وأكيد هذا الوهم بتغذى عليه عقلك عن طريق مشاهدة أشخاص كانوا عايشين حياة لسه أفقر منك وفجأة صعدوا وصاروا مشاهير وصاروا أغنى منك. وكل هذا الحكي بيصير بفترة قصيرة جدا، مما بيخليك إنه أنت عايش على أمل إنه فجأة ممكن تنقش معك وتصير غني ومشهور. يعني ابن سودة كان بيشتغل بالدليفري وطول النهار رايح على الميتور رايح جاي، وفجأة صار يقبض 60 و70 و100 ألف دولار بالشهر بس لأنه لعب لعبة على الموبايل. وجي زينب بوراك كان شيف عادي بمطعم عادي جدا بس لأنه صور حاله صار معه مصاري وصار معه ملايين ما بتاكل النيران. وواحد فاتح هيك شقف صغيرة قاعد يغني ايس كريم ايس كريم ومضاعفت ارباحه 100 ضعف. كل هي القصص أصدقائي بتسمعها أنت لحتى هن يبيعوك الوهم يلي بيقول لك إنه مو العيب ببيئتك ولا العيب بدولتك ولا العيب بالواقع الاقتصادي اللي أنت عايش فيه، بل العيب فيك أنت. لأنه بكل بساطة أنت ما عم تتجرأ مثلهم وما عم تخاطر مثلهم وما عم تتصور مثلهم وما عم تصير انفلونسر كمان مثلهم. ومثل ما هن صاروا أغنياء ونقشت معهم وصاروا مشاهير بليلة وضحاها أو بأقل من سنة،
كمان انت ممكن تصير مثلهم وتصير غني وتصير مشهور. طيب هلا انت رح تقلي شو علاقة ابن سوريا بالمؤثرين بالرأسمالية العالمية بصناعة الأساطير؟ صديقي، القصة كلها مبنية على المال. هي الأساطير الإعلامية اللي سمعتها قبل شوي تعطيك فكرة أنه الوصول للمال والشهرة هو طريق سهل جدا، بس ولكن بنفس الوقت لحتى أنت توصل لهذا الطريق لازم تستهلك من بضائعهم وأنت تعطيهم من بضائعك. كيف؟ رح أقول لك كيف. خلينا نقول أنه ابن سوريا عنده 3 مليون متابع، وخلينا نفترض أنه من هال3 ملايين 1000 شخص بس تأثر من ابن سوريا وقرر أنه هو يصير انفلونسر بلعبة ببجي مثل ابن سوريا. ولحتى هال1000 شخص اللي هن تأثروا من ابن سوريا يروحوا لطريق ابن سوريا، هن بدهم المعدات والمواد اللي وصلت ابن سوريا من الأساس. فلنفرض أنه واحد من بيناتهم لحتى يقدر يصير مثل ابن سوريا ويقدر ينشهر عن طريق اللي انشهر فيه ابن سوريا، أول شغلة هو لازمه آيباد يلعب عليه، وبنفس الوقت لازمه اشتراك انترنت لحتى يقدر يبث عليه، وبنفس الوقت لازمه لابتوب أو كمبيوتر لحتى يقدر يمنتج عليها الفيديوهات اللي هو صورها، وبنفس الوقت كمان اشترى كاميرا. واكيد كل واحد من بيناتهم عمل حساب على الفيسبوك والانستغرام واليوتيوب. بس ولكن السؤال هون انه شو ممكن يكونوا عملوا هدول الاشخاص، او شو ممكن يكونوا باعوا هدول الاشخاص لحتى قدروا يشتروا هي الشغلات اللي هي عم بيتم انتاجها بالدول الرأسمالية، وخاصة اغلبنا عايش ببلاد غير منتجة، فاغلبنا رح يروح يقايد الزيتون تبعه بالايباد الامريكي، واغلبنا رح يروح يبيع البترول مقابل هو يحصل على باقة الانترنت، واغلبنا رح يروح يبيع الغاز والقمح والفواكه مشان يحصل على الكمبيوتر والتكنولوجيا اللي عم بيتم انتاجها بالدول الرأسمالية. بس ولكن السؤال هون، انت كم شهر بدك تستنى شجرة الزيتون لحتى هي تنتج لك، لحتى تحوش الزيتون وتروح تبيعه بالسوق ليصير معك مصاري وتشتري ايباد؟ وبالمقابل هن كم ساعة بدهم لحتى ينتجوا الايباد بقلب المعمل؟ شفتوا الامور كيف بتنحسب؟ الرأسمالية بتوهمك انه طريق النجاح ببلش بهذا الايباد، وهذا الايباد هو الشيء الوحيد اللي بيلزمك لحتى توصل للشهرة والمال. واذا مالك مصدق، شوف ابن سوريا عن طريق لعبة ببجي وعن طريق ايباد وصل للشهرة ووصل للمال. طبعا الامثلة اللي ذكرتها حاليا اصدقائي هي امثلة بسيطة جدا، وبهالدنيا في كتير تخصصات وما شاء الله الكل انشهر. الطبيب انشهر، والمهندس انشهر، ولاعب كمال الاجسام كمان انشهر، ومعروف حاليا بوقتنا كل ما زادت شهرتك كل ما ارتفع راتبك. وبعد كل هذا الكلام اللي حكيته كله، النجاح مو مضمون، ومن المنطقي انه يكون اصلا النجاح مو مضمون. اكيد مو كل شخص اشترى كاميرا واشترى ايباد ونشر على السوشيال ميديا رح ينشهر، ما في هيك قاعده من الاساس. بس ولكن هي هون الفكره، فكره الاساطير الاعلاميين، فكره انه هن يبيعوك الوهم انه انت من خلال تليفون صغير بتقدر انه انت تنشهر وبتقدر يصير معك مصاري، بتقدر انه يصير الكل يحترمك. وصدقوني كثير من قصص نجاح المشاهير هي قصص اسطوريه، مثل البيتكوين لما بيقول لك انه والله نام فاق شاف حاله مليونير، بس كمان بنفس الوقت في كتير من الأشخاص نامت فاقت لقت حالها مفلسة. بعدين لازم نسألكم سؤال مهم جدا، كيف ممكن تنجح بمنصة هي بالأساس مو إلك؟ يعني أنت اللي بتسمي حالك صانع محتوى، أنت بحد ذاتك مستهلك لليوتيوب، يعني نقدر نقول أنه أنت منتج استهلاكي. هن أقنعوك أنه أنت بتقدر توصل للحرية المالية والاستقرار المادي عن طريق إنتاجك لفيديوهات بهي المنصة، وبالتالي أنت لما تدخل بهذا الشيء بتحس حالك أنه داخل باستثمار ذاتي، وكأنك رايح فاتح شركة بشارع معين. بس ولكن نسيان أن المنصة مو منصتك، هي منصتهم، وقيمت ما بدهم بشحطة قلم بيقلعوك. بس ولكن للأسف هي الأساطير الإعلامية اللي نحن شفناها بآخر 10 سنين واللي هي جذورها بتمتد من 100 سنة لحد هلأ، أقنعت صناع المحتوى أنه هن واصلين للحرية المالية وهن عم يعملوا their own business. وللأسف هي الأساطير الإعلامية ساعدت بترسيخ فكرة أنه الكل بيقدر يصير مشهور والكل بيقدر يصير غني عن طريق السوشيال ميديا. لذلك شفنا ناس بتفتح بثوث مباشرة على التيك توك بس لحتى تشحت، وشفنا مؤثرين يلي طلعوا بالحرب وصاروا يعملوا يوميات لاجئة مسحوق، والناس نازلة تبرعات ودعم لهالمؤثرين وناسيانين انه نص المبلغ عم يروح للمنصة بحد ذاتها. وهون بيكون أصدقائي وصلنا لنهاية الحلقة، وأنا آسف وبعتذر لأني وجعت لكم راسكم، بس بدي إياكم دائما تتذكروا إنه كل شيء عبارة عن المال، وكل شيء عم بيصير حوالينا مشان المال، وبالسوشيال ميديا أنتو السلعة. وكان معكم آلام بكر، ودمتم بخير.